اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ايه وهنعمل ايه النهاردة. عند الطيور، انا قمت الصبح بقى قلت اول حاجة كده، انا وديت ابن الحضانة وقلت اول حاجة كده انزل عند الطيور شوية فراخ كده بلدي جمال. إيه بصراحة، ملينا عليا البيت خير ما شاء الله. حاجة كده ربنا ما يحرمنا منها ابدا يا رب، ودايما تفضل كده موجودة في بيوتنا كلنا، ودايما معمرة بيوتنا كلنا يا رب، اللهم امين. انا عندي شوية الفراخ البلدي دول، بصراحة دول مفروض اصلا ما يتمنعوش من اي بيت بصراحة. عايزة اقول لكم يعني جايبين عليا الخير كل يوم، بيدخلوا عليا كل يوم حوالي 20 بيضة 15 بيضة. مش شرط الفراخ كلها تبيض في نفس اليوم، انا عندي في فراخ ممكن تبقى مثلا تبيض يوم ويوم لا. فعايزه اقول لكم ان انا مش على طول بحط لهم الخلطه اللي قدامهم دي، لا. انا ممكن مثلا بطاطا مبشوره، بجيب بطاطا من السوق كميات كبيره، بسيبها عندي البطاطا ما بتبصش. لو سيبناها فترة يعني من الأسبوع للأسبوع ممكن تفضل معاك 10 أيام كده حباية البطاطا سليمة. بقشرها كده وببشرها، البطاطا كده زي ما قلت لكم بقشرها، تبشريها وتحطيها مع شوية بقى عليقة، عندك شوية دشة، شوية علف، أي حاجة مش شرط، وانت ممكن تحطيهم كده مع شوية ردة، مع بواقي أكل. بصي بصراحة الطيور في البيت، سواء أي طيور في البيت أو أي نوع طيور، بصراحة بتلم أكل بيتك. شوية عيش، عندنا العيش اللي هو بيكون بنجيبه من الفرن ده، انا بجيبه للطيور، بنشفه بعمله، يعني هو يوم ما هنجيب ب50 جنيه في اليوم احسن من 2 كيلو علف. فلازم بيوتنا كلها تكون عمرانة يا رب، دايما بيوتنا كلها كده تكون عمرانة بالخير. فعايزة اقول لكم بصراحة، انا داخل عليا رمضان السنه دي وبيتي مليان خير، مبسوطه جدا من الخير اللي عندي. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا ممكن ابيع مثلا 5 بيضات في اليوم، ال5 بيضات في اليوم، البيضه ب5 جنيه، انا والله ببيعها ب4. فعايزه اقول لكم بقى ان ممكن بنص البيض او بربع البيض اللي عندي في اليوم ابيعه اجيب بيه عليقه. فبصراحة لا، بصراحة جميل. مفيش كده احسن من الفرخة الشمورت كده لما نذبحها كده وننضفها ونحمرها كده، وبتبقى جميلة جدا في الاكل، شربتها بتكون حلوة. انا مش قوي في الفراخ البيضة، بس هو وليكن لازم يكون في فراخ بيضة في قلب البيت. وزي ما قلت لكم، الخير دايما لما بيكون موجود في البيت بتحسي بفرحة، بتحسي بشطارة نفسك، تحسي براحة كده. فانا ده كان بيض، انا قمت لقيت البيض ده موجود، رغم ان انا كنت عندهم تاني يوم قبل المغرب بشوية كده، قبل المغرب بساعة. ده تاني يوم الصبح حوالي الساعة 8 9 كده، ونزلت ولقيت ال10 بيضات دول. ولكن انا لو نزلت لهم تاني العصر هلاقي بيض. وده يكون الفيديو بتاعي النهاردة. حبيت اشارككم بالفيديو بتاعي، ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. واتمنى بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم عرفونا اصور لكم تاني عند الطيور. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. بحبكم في الله يا حبايب قلبي، وما تنسوش اللايك زي ما قلت لكم. مع السلامة، في رعاية الله.